في منتصف السبعينات كان هناك صحفي مقابل المؤسس أبونا رحمه الله. ففي هذه المقابلة قال الشيخ زايد: يا شيخ زايد، أنت تدلع شعبك بالعمل اللي تقوم به. الشيخ زايد سأله قال له: عندك أولاد؟ قال له: نعم، 2. قال له: تصرف عليهم لين يخلصون دراستهم؟ قال له: نعم. في سنة 90 احتلت الكويت. الشيخ زايد طلب التطوع، وكنا نفكر أن نحن بيجينا بين 40 ل 50 ألف، فوصلت الأعداد أكثر من ذلك بكثير. يا سادة، جانا أشخاص كبار، فتقول له أرجع، يقول أنا ما أقدر أرجع. اليوم أنا أريد أؤدي واجب في 60 سنة و70 سنة وأكبر من ذلك. عندنا حالة 83 سنة رفضوا يرجعون. ولكن هناك حالة أخرى أيضا. الحالة الأخرى هي أن هناك كانوا أولاد يجيبونهم أهلهم أعمارهم 13-14 سنة، يقول لك أنا أريد أخلي ولدي يخدم اليوم. أريد أذكركم الفرق بين الدلع والواجب، وايد فرق.